ما فكرتش قبل كده هي ازاي الحيوانات بتقدر تتكيف وتظبط نفسها على طريقة حياتها والعيشة في البيئة اللي هي موجودة فيها؟ وخليني اقول لك لو انت مش عارف ان التكيف ده بكل بساطة ومن غير كلام مجعلص هو عبارة عن صفة او قدرة او امكانية بتبقى موجودة عند حيوان معين على حسب المكان اللي هو عايش فيه. القدرة دي بتسهل له حياته في المكان ده وبتساعده ان هو يفضل عايش وينمو ويزدهر في البيئة اللي هو موجود فيها. وانا هنا مش عشان نتكلم عن الحاجات البديهية اللي كلنا عارفينها، زي ان الدب القطبي مثلا عنده فرو كتير وعنده طبقة دهون بيخزنها تحت جلده عشان يتدفى وسط التلج اللي هو عايش فيه، ولا الجمل اللي بيخزن الدهون في السنان بتاعه عشان في احتمال كبير جدا ان هو يقعد فتره طويله في الصحراء وما يلاقيش اي اكل. دي كلها حاجات قتلت بحثا قبل كده. لكن اللي جايين نتكلم عنه النهارده بقى هو 5 من اغرب الطرق والوسائل اللي موجوده عند حيوانات معينه بتسهل عليها حياتها وبتخليها تتكيف اكتر مع البيئه بتاعتها. واكيد عمرك ما سمعت عنهم قبل كده ولا تخيلت انهم موجودين في الحقيقه، كاننا بنتكلم عن فيلم خيال علمي مثلا. فيلا بينا نبدا على طول. اول مخلوق هنتكلم عنه في الفيديو هو الضفدع المشعر، واللي بيتقال عليه برضه ضفدع الرعب، وهتعرف ليه دلوقتي. الضفدع ده بيعيش في وسط افريقيا، والجماعه السكان المحليين هناك بيعتبروه سناكس كده او وجبه خفيفه بياكلوها، خصوصا في الكاميرون. بيصطادوه بعصايه او بحربه وبعدين يشووه وياكلوه، وما بيمنعهمش من كده شكله المقرف ولا الشعر اللي طالع على جسمه اللي اتسمى بسببه الضفدع المشعر. لكن الضفدع بقى ما بيسكتش، قلت لك ان اسمه ضفدع الرعب برضه عشان خاطر الكلام اللي جاي ده. الضفدع ده بيتعمد يكسر عظم ايده ورجله وهو قاصد يعمل كده عشان يطلع من تحت جلده الشظايا والاطراف بتاعه العظم المكسور ده، وتبقى عامله له مخالب حاده شبه بالظبط المخالب بتاعه القطه كده، يقدر يدافع بيها عن نفسه ضد اي تهديد او حيوان مفترس بيقرب منه. وانا ما شفتش فيلم اكس مين، بس لو حد شافه فهم بيقولوا ان في شخصيه اسمها ويلفرين تقريبا مستوحاه بالظبط من الضفدع ده، وبيطلع له مخالب كده شبه بالظبط نفس الفكره بتاعه ضفدع الرعب. بس الضفدع ده يخليك كده تقعد تفكر هي الحيوانات في البريه ممكن توصل لحد فين وممكن تعمل ايه عشان تحافظ على حياتها، وبرضه تفكر في القدرات الخارقه اللي ربنا مديها لكائنات تانية غير الانسان. يعني تخيل ان عظمه بيتكسر وبعدها يرجع سليم تاني كأن ما حصلش حاجه خالص. المهم ده كان ضفدع الرعب وطريقه تعامله مع التهديدات والحيوانات المفترسه. بينا على اللي بعده. المخلوق التاني معانا في القايمه هو دب الماء، والمعروف برضه باسم بطيء المشي. وده كائن مجهري ما بيتشافش غير تحت الميكروسكوب، لكن لما نتكلم عنه هتكتشف ان عنده قدرات اقوى بكتير من سوبرمان. دب الماء هو حيوان لا فقاري، يعني ما عندوش في جسمه عمود فقري، وطوله مش بيوصل لاكتر من 1 ملم، ولكنه في نفس الوقت ممكن نعتبره اقوى واغرب حيوان على وش كوكب الارض، والحيوان الوحيد اللي قدر يفضل عايش كمان وما ماتش في الفضاء الخارجي. مبدئيا كده دب الماء بيقدر يعيش من غير ميه ولا هواء خالص لمده 10 سنين كامله، ولما بطيء المشي بيتعرض للظروف القاسيه دي بيقدر ينكمش على نفسه كده ويطرد كل الميه اللي موجوده جوه جسمه، وبيبطئ كمان كل العمليات الحيويه اللي بتحصل في جسمه زي الهضم مثلا لدرجه ان هي تبقى شبه هتقف خالص. وده بقى بالظبط هو اللي بيخليه يستحمل بروده مثلا لغايه سالب 272 درجه مئويه، وبيقدر كمان يفضل عايش ويستحمل الحراره لغايه ما توصل ل 150 درجه اللي هي اصلا اكتر من درجه غليان الميه ب 50 درجه، ويقدر كمان يستحمل ضغط فوق جسمه وما يموتش 6 اضعاف الضغط اللي موجود في قاع اجدعها محيط. كل ده بقى كوم وتحمله المستويات من الاشعاع قاتله لاي كائن حي غيره كوم تاني خالص، بل ان العلماء عملوا عليه تجربه عشان يحاولوا يعجزوه وبعتوه لمحطه الفضاء الدوليه وحطوه تحت درجه حراره قليله جدا وحرمان من الاكسجين، وقدر يبيض والبيض يفقس بنجاح كمان ويفضل عايش طول فتره التجربه. وخلينا ازيدك من الشعر بيت كمان واقول لك ان العلماء عملوا عليه تجربه تاني. العلماء عبوا دب الماء جوه مدفع خفيف وبداوا يضربوه بكذا سرعه مختلفه، ولغايه ما وصلت القذيفه اللي خارجه من المدفع ده لسرعه 3000 كيلومتر في الساعه اللي هي تقريبا 825 متر في الثانيه الواحده. كان دب الماء قادر يفضل عايش عادي جدا وسليم وما فيهوش حاجه. فانا مش عارف بصراحه هو ده الحل معاه ايه لو انت كنت عايز تقتله يعني. المهم ده كان سوبرمان بتاع الطبيعه اللي ربنا خلقه، مش الكرتون اللي احنا عارفينه. فيلا بينا بقى على اللي بعده. فكرة ان الحياة تستمر لأطول فترة ممكنة، ولو قدرنا نخليها كمان تفضل مستمرة للأبد، هي حلم بيراود البشر من زمان ما نقدرش ننكر. او كمان في اوقات تانية بيبقى نفسنا لو نرجع نعيش يوم واحد بس من ايام طفولتنا تاني، بس ولا ده هيحصل ابدا، ولا اكيد عمرنا هنقدر نمنع الموت في الدنيا. احنا اقصى طموحاتنا ان احنا نقلل شوية كده بس من اعراض المرض والشيخوخة ونعيش بصحة حلوة ونموت في سلام. لكن خليني بقى اعرفك على كائن اسطوري عايش معانا دلوقتي على الارض، هو قنديل البحر الخالد، اللي نظريا نقدر نقول ان هو فعلا بيعيش للابد وما بيموتش، وكمان برضه بيرجع طفل تاني. وخلينا اشرح لك.
كل ما القنديل ده بيكبر في السن وتبدا الخلايا بتاعت جسمه تعجز وتموت، بيقدر يرجع الخلايا بتاعته دي للحاله الصغيره بتاعتها اللي هي اول مرحله في حياته، ويرجع يبدا دوره حياته تاني من الاول. والموضوع ده بالظبط زي كاني بقول لك مثلا فراشه كبيره بترجع تخش جوه الشرنقه بتاعتها تاني وبعدين تبقى تخرج منها وتبدا حياتها من الاول. او كاني برضو مثلا بقول لك ان انسان كل ما يكبر في السن ويعجز ويحس انه قرب يموت بيرجع تاني يبقى جنين ويخلي نفسه يتولد من الاول، وهكذا يفضل كل ما يكبر تاني في السن ويقرب يموت يرجع يتولد تاني من الاول ويعيد حياته تاني. وبالرغم ان الكائن ده بقى في اجعص طول ليه ما بيعديش ال5 مللي يعني، وهو صغير اصلا ممكن يكون ما بيتشافش بالعين، لكن عنده القدره الخارقه اللي البشر عندهم استعداد يشتروها ولو بملايين او مليارات، وعمرهم ما هيعرفوا يعملوا كده برضه. ودلوقتي انت غالبا بتسال السؤال اللي انا سالته اول ما عرفت المعلومه دي، هو ليه القنديل ده طالما ما بيموتش ما بيفضلش يتكاثر ويملى العالم والمحيطات والبحار بتاعت العالم كله؟ لان هو بيزيد وما بينقص زي بقيه الحيوانات. وهنا انت ممكن تكون فاهم غلط او المواضيع اختلطت عليك شويه. هو لما بيكبر بيرجع صغير تاني وبيعيد حياته من الاول، لكن هو نفسه مش محصن ضد الموت. يعني مثلا لو ما لقاش اكل فهو هيموت من الجوع عادي، لو سمكه كبيره جت بلعته هو خلاص هيتاكل وهيموت، لو حاجه داست عليه خلاص هيتفعص ومش هيرجع تاني. يعني قنديل البحر الخالد ده هو اقصى طموحاته تحطه في كوبايه ميه نظيفه كده وتحط له فيها الاكل بتاعه ويفضل كده قاعد فيها بعيد عن الخطر والمفترسين، هيفضل عايش الى ان يشاء الله. ولو فاكر ان مفيش طرق تكيف اغرب من كده فالفيديو قدامك لسه ما خلص، فيلا بينا على اللي بعده. تخيل معايا كده انك ماشي وسط غابه وفي اشجار وفروع كتير موجوده حواليك، وبالصدفه بتبص لورقه شجره منهم، لكن لما ركزت ودققت فيها شويه لقيتها مش بتتحرك طبيعي زي بقيه الورق، دي بتتحرك كانها حيوان. وفعلا انت في اللحظه دي ساعتها هتكون بتبص لابو بوريس ذو الذيل الورقي اللي فضل يتطور مع الزمن عشان يبقى شبه بالظبط ورقه الشجره كانه ورقه بجد. وصعب جدا تقدر تاخد بالك وتميز جسمه بعينك كده من اول مره، لان جسمه مسطح، ومش بس كمان شكله شبه الورقه لكن حتى ملمس جلده شبه بالظبط الملمس بتاع ورق الشجر الناشف ونفس لونه وتجاعيده. وطريقه التكيف الاستثنائيه دي بتساعده جدا طبعا انه يفضل شبح مختفي عن عيون كل المفترسين، وبتخليه ينافس بشده على لقب سيد التنكر. لكن دي هتبقى منافسه عنيفه ودمويه برضو لو فكرنا نعملها، عشان في اخطبوط وفي حربايه وحوارات كتير ثانيه ممكن تبقى محتوى حلقه تاني بعد كده لو انتوا عايزينها. ودلوقتي بعد ما عرفنا ابو بريس بيتنكر ازاي في شكل ورق الشجره، يلا بينا على اللي بعده. كل الحيوانات وهي ماشيه وبتتحرك بتخلق كده حواليها مجال كهربي، ودي حاجه طبيعيه ربنا خلقها في الحيوانات وفي البشر برضه. والمجال الكهربي ده بيفضل موجود ومتولد حواليه حتى لو كان الحيوان مستخبي ورا صخره او دافن نفسه جوه الرمله. في حيوانات مفترسه بقى زي اسماك القرش كده بيبقى عندها خلايا خاصه تكتشف الاشارات الكهربائيه اللي طالعه من الفريسه بتاعتها عن طريق ان هي بتحس بنبضات قلب الفريسه او السمكه اللي مستخبيه وهي مش شايفاها. واسماك القرش بقى بتستخدم القدره دي عشان توصل للاسماك اللي دافنه نفسها جوه الرمله في قاع المحيط وسمكه القرش مش هتشوفها بالنظر. واللي بيساعد سمكه القرش على كده ان هي عندها خلايا مستقبلات خاصه موجوده على راسها وجنب فتحات مناخيرها زي ما انت شايف، هي دي اللي بتلقط الاشارات الكهربيه اللي طالعه من الفريسه. وكمان القرش بيقدر يستخدم المستقبلات دي عشان يظبط كده وضع راسه وبقه وهو بيتحرك ورايح يهجم على فريسه هو شايفها عشان يعضها من انسب مكان. وبالكلام عن سمكه القرش يكون الخمس طرق للتكيف المختلفه اللي كنت جاي اتكلم عنهم النهارده خلصوا، بين اللي ما بيموتش خالص واللي بيتضرب بالنار ويفضل عايش واللي ما بيتشافش واللي بيكسر عظمه ويرجع يلحمه تاني. بس خليني اقول لك ان كل دول ما يجوش ولا 1% من اللي الحيوانات ممكن تعمله او القدرات الخاصه اللي بيمتلكها كل حيوان عشان يكمل بيها حياته. بس انا اللي قصدت ان اجيب 5 بس عشان اختصر في الفيديو وتكملوه للاخر وما تزهقوش. ولو عجبكم مفيش اي مانع نعمل جزء تاني وتالت عن تكيفات حيوانيه اكتر بكتير، وهنلاقي المحتوى اللي يملى لنا كل الفيديوهات دي، لان في حيوانات تانية بتعمل حاجات برضو اغرب بكتير وعمرنا ما هتخطر على بالنا. وبس كده في اللحظه دي اقدر اقول ان كل الكلام اللي كنت محضره للفيديو ده خلص خلاص. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنساش تقول لي ده من خلال ان انت تدوس لايك وتشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجه هطلبها منك قبل ما الفيديو يخلص، لو كنت اول مره تشوفني خش كده خد لك لفه في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.